السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال واحسن احوال ان شاء الله لكم ولحبابكم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اليوم جيتكم فيديو جديد مع مطبخ شهوات عزيزه، نتمنى الى الاعجاب ديالكم البنات. اليوم جيتكم بسطيله ولا اروع منها البنات، كتشهي ومذاق رائع وبريستيج، نتمنى تعجبكم وان شاء الله تابعوا الفيديو للاخر باش تشوفوا الطريقه كيفاش درت لها، ونتمنى تعجبكم ان شاء الله وتبارطاجيو مع احبابكم واصدقائكم. ما تنسونيش في الاشتراك ديالكم والدعم ديالكم، ماشي امر بالفضل. دابا ندوزو للمقادير ديال البسطيله، نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. هنا كنحتاجوا الفخوضه ديال الدجاج، وكنحيدوا لهم الجلده وكنقيوهم كما شفتوا، والصدر ديال الدجاج باش ما تجيناش دايره. نحيدوا لها كاع ديك الجلده وداكشي اللي فيها، نحيدوا العظومه. ملي كطيب كنحيدوا العظومه. صافي البنات، ها هما التوابل اللي غندير. عندي 2 ضمات ديال الزعفران، عندي زعفران شعره، وعندي الخرقوم بلدي، وعندي المروزيه هذيك سميتها قعقله والبسيبيسه، وعندي هنايا شكونجبير، نقولي معلقه ونص ديال شكونجبير صغيره، وعندي معلقه صغيره ديال الابزار، وعندي الملحه. هادشي اللي كاين البنات. وكنديروا هنايا الربيع، عندنا المعدنوس والقزبر، وهنايا عندنا البصله شلضناها شي 5 البصلات كبار ديال البصله شلضناهم. وكنحتاجوا واحد قيمه كاس ديال الزيت، كنديروه حنا. غنديروا الدجاج ديالنا في الطنجره كما تشوفوا. صافي كنستفوا كامل الدجاج. صافي البنات، وكنديروا التوابل. نديروا هادو ديال طماط الزعفران، زعفران شعره حتى نسخنوا ونديروا باش يكون منيل، باش ما يبقاش لينا هكا. نسخنوا غنديروا فيه. كنديروا هنا الربيع هنا هكا، والتوابل. هاهما كيف كتشوفوا التوابل ديالنا حنا دخلناهم في الدجاج. وان شاء الله غندير واحد سميتو واحد شويه الماء خاصنا نديرو، ونديرو عليها الزيت والبصله ونخليوها كطيب بحال ما هكا. وكنسخنوا البنات هذا الزعفران هذا، نديرو البنات كنلوحوه الماء. نديرنا هكا باش يطيب لينا الدجاج بحال ما هكا، بحال ما هكا كيدار الدجاج البنات. صافي البنات، ملي كطبخ كدير سميتو. انا غنلوح ان شاء الله البصله فوق منها، وغندير الزيت البنات. نسيت غندير الزيت، واحد قيمه كاس ونص ديال الزيت، حيت الا ما درناش الزيت ليها البنات ما كطلعش لينا سميتو ديالها، الضغميره ديالها واقفه. خاصنا نديرو كي بحال ما هكا حتى الاخير عاد كنضيفوا البنات القرفه. انا البنات
هي سميتها نرميو البصله شتي البنات فوق منها. صافي البنات ونخليوها حتى طيب بحال ما هكا، نخليها حتى طيب عاد نحيدو الدجاج ديالنا ونخليو البصله حتى كتقلى. انا البنات انا بعد ما فسخت اللوز ديالنا حيت ليه الجلده، انا غنديروه في الزيت، واخا تكون بارده كديريه في الزيت بحال ما هكا البنات، وكنخليوه حتى كيطيب ونحيدوه. كنديرو بكميه زعما نص بالنص، نص بالنص باش يتقلى لينا سميتو. وكنطحنوا البنات في هاد الطحانه هذه اللي موجوده عندها. اللوز خاصو يكون مهرمش، ما يكونش منيل بزاف. وغادي تشوفوا الطريقه ان شاء الله ديال الطحان، ما يكونش مطحون بزاف. وغادي نقليه ان شاء الله ونتلاقاو. انا البنات اللوز ديالنا هو تحمر، نديروه هنايا يشرب لينا هاد قاعد الزيت. نحاولوا نخليو اللون ديالو شاد شويه، ما نخليوش محمر بزاف كما كتشوفوا دابا. بحال هكا ونهزو هذا الباقي، هذا نهزو نديروه في الزيت اللي بقات. كما قلت لكم ردت لكم النص بالنص باش غنقليه، حيت عندي كيلو ديال اللوز هنايا. وقت ما كنقليه خاصنا نبدا نحركوه بحال ما هكا باش يجي الطياب كلشي بحال بحال. هذا هو اللي كاين. يتقلى عاوتاني هذا نتلاقاو. انا البنات غنهز هاد سميتو هاد الكاس ديال مونينيكس، وكنضيف عليه واحد شويه سنيده نطحنو مزيان. بغينا باش نديرو به التزيين. ملي البنات كيحاول سميتو اللوز ديالنا يتطحن، كنهزو واحد الطرف ديال الليمون اللي كنديروه في العسل، كيجي زوين البنات. الليمون مع اللوز كيجي زوين. اللي ما عندهاش الليمون دير شريحه ولا دير التمر، كتجي العقده زوينه. اللي بغيتو البنات بحال ما هكا كديروها كتجي زوينه هاد العقده البنات. حتى اللي ما بغاش، اللي ما عندهاش الحامض ولا الشريحه ولا التمر، كيدير ماء الزهر كيخلطها مع سميتو كيجي زوين. اي حاجه بغيتي تعمر بها البريوات ديروا البريوات ديال اللوز كتجي زوينه البنات.
وكنيلو هذا اللوز كيكون منيل مزيان كي بحال بغيناه الاملو بحال هكا ديال الشكل ديال الاملو، كتكون عقده قاصحه وكنحطوها البنات وكنديرو بهم البريوات ديالنا الصغار. بعد ما البنات طحنات لينا العقده ديالنا كيفاش كتشوفوها، كنديروا لها واحد معلقه صغيره ديال القرفه كيفاش كتشوفوني بحال ما هكا البنات، وكنخلطوها فيها مزيان. اما السكر درناه في الطحين كيجي المذاق زوين البنات كي بحال ما هكا، ونخلطوها مزيان باش نديروا بهم التزيين ديالنا. نصايبوا واحد البريوات يكونوا صغيورين كنديروهم الفوق ديال هاد البسطيله هادي، كتجي زوينه البنات. اي حاجه كتبغيوها اي عقده بغيتوها كديروها فيها كتجي زوينه، غير الحاجه تكون حلوه حيت البسطيله ديالتنا حلوه ماشي مالحه هكا البنات. صافي وكنخدموا بهم. وهاد العقده دابا غنخلط مع فيها سميتها القرفه صافي، وغنخليها حتى نبغيها نهزها وندير فيها نصيبوا بها البريوات ديالنا. ها هو البنات، ها هو الثاني.
جراطي. يا البنات بعد ما حيدنا الدجاج ديالنا وكتخلات نتا غندير هاد العشقه ديال الخفه سخونه هكا نحركو الدجاج ديالنا الخفه كتغلي التقله. هنا كنضيفو البيضه البنات، نديرو 10 البيضات تقريبا التقله، نضيفو 10 البيضات نخلطوهم البنات بشي زيت فانيليا، عاد كنضيفوهم بشويه بشويه. انا البنات بعد ما ضفنا الخلطه غنديرو واحد الكاس ديال سنيده هكا نخوي الدخان ديال البوطه كنحركو حتى كتغمض لينا الحشوه ديالنا. الطريقه البنات تبعوها كتجي زوينه ومذاق هائل البنات، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. حطيتيها راه حطيتيها الخمون داكشي باش ولات لكم الطريقه كيفاش كندير ليها، وكندير كنصايبها الا طلبها مني شي واحد كيفاش كنخدمها. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، المذاق البنات كيجي رائع، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. كتستمر البنات تتحرك هكا. كنضيفو البنات واحد 10 كبير ديال الزبده حيوانيه باش يجي المذاق ديالها زوين. هكا البنات الطحينة ديالنا كيفاش بدات، حطيت فيها الزيت وكنطحن دابا. خاصنا نخويو البيض بالتدريج هكا، نبداو نحركو بسرعة باش ميبانش لينا هداك سميتو. والبوطة خاصها تكون مجهدة. نضيفو عاوتاني البيض هكا، نحركو دغيا بسرعة. حنا البنات كنحركو بسرعة، ما كنخليوش الضغمير ديالتنا تجمع ولا البيض يتجمع لينا فشي قنت. صافي البنات حتى كنساليوها هكاك وما كنخليوش البيض حتى كيطيب فوق من القياس باش ما يطلقش لينا الماء. والبنات وكنحركو. ما قطعتش معكم الفيديو باش تشوفوا المراحل اللي كندير ملي كنساليو البنات. صافي كنديروا واحد 2 معالق كبار ديال الماء الزهر، وما نخليوش البنات الماء الزهر حتى كيطيب بزاف في الطنجره ديالتنا. غير غنديروه غنحركوه صافي غنطفيو البوطه وغنديروا هاد الضغميره ديالتنا غنديروها في شي صفايه ولا شي شبكه ونخليوها حتى كتسقطر ديك الزيت. وديك الزيت البنات ما غنلوحوهاش، هي باش غنخدموا الورقه ديالتنا هي والزبده ونخدموا معاها اللوز. صافي البنات راه غادي نطفي دابا الطنجره وغنخليها حتى تبرد. صافي البنات وغنهزو الدجاج باش نصايبوه نفرتوه. وقت ما البنات حنا غنهزو الدجاج ديالنا غنحيدو ليه العظومه كاملين، غنحيدوه من هاد الدجاج وغنفرتوه مزيان كما كتشوفوا في الشكل كي غندير ليه. وتبعوني المراحل وتبعوا المراحل. والبسطيله غادي تصدق معكم، اللي ما كتصدقش معها البسطيله يتبع معايا غير المراحل راه غادي تصدق ان شاء الله وغتجي زوينه وان شاء الله غيشكروا عليه الناس كاملين.
ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. بحال ما هكا البنات، وتبعوني المراحل، غير تبعوا المراحل راه طلع معكم البسطيله زوينه ان شاء الله. واسمحوا لي البنات حيت طولت الفيديو، حيت غير باش نوريكم المرحله بمرحله كل حاجه كيفاش كندير ليها. هادشي باش طولت الفيديو البنات، واسمحوا لي بزاف. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في حياتكم كاملين. واللي ما عرفت شي حاجه تسولني في التعليقات ديالها، واللي ما فهمت شي حاجه تقولها لي في التعليق، راهن الاشاره ان شاء الله. والله يستر الامور الجميع ان شاء الله يا ربي.
انا البنات سالينا الدجاج ديالنا في التفرتيت ديالو كامل، فرتناه كيفاش كتشوفوا، تفرتتو كامل. وغنجيو ان شاء الله نتبعوا المراحل عاوتاني كيفاش غنديروا البسطيله. انا البنات كناخذ سكر كلاصي من 3 العاشق كبار ديال السكر كلاصي، على حسب الذوق، اللي كيبغي السكر اللي ما كيبغيش السكر 2 معالق كبار اللي بغيتي. وكنديروا 1 معلقه كبيره ونص ديال قرفه، كنخلطوا مزيان هاد المراحل كاملين. عندنا مع اللوز اللي كنت طحنت معاكم، هو هذا البنات. غنخلط بيديا صافي. المعلقه ما بقاتش قدرت شي حاجه، غندير البنات بيديا وغنخدم بيديا. وملي كنخلط البنات هذا الخليط هذا، كنهز ديك الزيت اللي صفات لينا الضغميره ديالتنا. الضغميره كيفاش كتشوفوا فيها هي في هذا الاناء هذا، جات زوينه. ها هي الضغميره البنات، هاد الزيت اللي شاط. غندير واحد شويه لهاد اللوز باش يعطينا المذاق ديال الضغميره ديال الدجاج. هاكا البنات، تبعوا معايا ان شاء الله المراحل قلت لكم غتجيكم البسطيله ديالنا زوينه. واحد قيمت 2 معلقات كبار ديال هذا الزيت، هاد الضغميره هادي. وكنخليو هذيك الزيت البنات ما كنلوحوها ما والو، كندوبوا الزبده ونخلطوها معاها ونخدموا بها الورقه ديالتنا البنات، وكتجي زوينه وغزاله. بحال ما هكا نخلطوا مزيان هذا اللوز. هاد اللوز البنات نخلطوه مزيان حتى كتخلط. كاينه البنات اللي ما كيقدش باش ياخذ اللوز يدير فيها اللوز، يدير فيها كاوكاو. حتى كاوكاو كتجي زوينه وكتجي رائعه البنات. غير مع الخدمه، اللي يبغى يخدم الدجاج، كتخدمي الدجاج كتعطيه المقادير ديالو زوينين، كيطلع الدجاج معاك زوين وكطلع معاك البسطيله زوينه ان شاء الله. هاكا البنات. وغنهز البنات هذا سميتها المقله ديالتنا ثقيله، هي كتصرع البنات البسطيله، كتصرع البسطيله. وغنديروا واحد الشرشيه البنات ديال الزهر في هذا سميتو، في هذا اللوز ديالتنا باش يعطينا المذاق ديال الزهر. هاكا البنات وكنخلطوا بحال ما هكا صافي وكنخدموا بها البنات. نسيت ما قلت لكم هاد الشرشيه، يلا ذكرتها. وكنديروها البنات وكنخلطوها بحال ما هكا. كما قلت لكم البنات، المقله الثقيله اللي عندها المقله ثقيله كبيره تخدم فيها الورقه ديالها ديال البسطيله وكتجي زوينه. كما قلت لكم ها هي المقله
تتمنطي البسطيله ديالتنا. هنا البنات بعد ما قدينا الوراق ديال
طيب الدجاج راه عامرة صافي. كنحاولوا بدا نبسطوها البنات بيدينا، وقت ما درتو بدا نبسطوها بيدينا باش ما تجمعش لينا الحشوه غير فواحد البلاصه. صافي تبسطيها بيديك صافي كتخليها. كنهز البنات واحد كما قلت لكم ورقه نديرها بيناتهم بحال ما هكا، بحال ما هكا البنات. كندهن البنات بالزبده اللي ما بدا نستعنوا بالزبده البنات بحال ما هكا، ونديرو عليها اللوز ديالنا صافي البنات. وقت ما درنا اللوز ديالنا، صافي بدا نمونطيوها. نتوما غتشوفوا كيفاش كندير ليها في المونتاج. انا البنات نسيت ما درت شويه العسل. غندير دابا شويه العسل عاد غنبدا نغطي البسطيله ديالتنا بحال ما هكا. ندير واحد 2 عاشقات كيف بحال ما هكا كل عاشقه على حسب باش تجينا معلكه بحال ما هكا البنات. صافي وكنديروا الورقه ديالتنا كنغطيوها.
انا البنات ساليت البصيله ديالتنا، غنديروا لها واحد الورقه من الفوق باش حتى الا تحمرت لينا ديك الورقه نلقاو كيفاش نحيدوها، ويلقى لينا باش نبدلو عندنا البديل لتحت. هادشي اللي غنوريكم البنات. وديما ديروا ورقه الفوق باش حتى الا تحرقات لكم ولا شي حاجه كتحاولوا تحيدوا دوك الورقه وكتبقى لكم الورقه التحتانيه نقيه وزوينه، وهكا غتستعملوا سميتو البسطيله ديالكم. نتمنى تعجبكم ان شاء الله، وما تنساونيش في التعليقات ديالكم وبارطاجاج مع صحابكم واصدقائكم باش تعم الفائده ان شاء الله للجميع. صافي البنات كما قلت لكم حنا ساليناهم، غنجيو للبريوات ديالنا. الزيت هنايا كاينين هنا جوج وراقي قيله ولا ثلاثه الوراقي اللي درت. غنحتاجو هنايا ديك العجينه اللي درنا ديال اللوز، العقده ديال اللوز. وكنحتاجو هنايا البيض البنات، ما حاولوا ما ديروش دقيق باش ما يكرفسكمش، ديروا غير البيض راه كيلصقوا البريوات. كنديروا هكا كنقطعوهم بحال هكا شكل مستطيل، كنديروا وحده فوق وحده باش تكون لينا تقطيعه بحال البنات بحال ما هكا. وحنا غنستمروا ونبدا نديروا العقده ديالتنا في الجنب. كنكونوا البنات البريوه ديالتنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. وعاد البنات احنا غاديين دابا كنقطعوا هاد سميتو هاد الورقه. ملي نساليو في التقطاع نبدا نديروا العقده ديالتنا ونكونوش على شكل البريوات. اي واحد كيعرف البريوات كيفاش كيتخدموا كيفاش، اللي ما عارفش راه غيتبع الفيديو حتى يعرف كيفاش غادي يكون البريوه. ساهلين البنات. انا قطعت الطرف هذا ونبدا معكم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش غادي نديروا لها ان شاء الله. هنا هكا البنات. صافي البنات كنهزوا واحد ورقه، حيت نهزوا ورقه كي بحال ما هكا وحده. كنديروا العقده، نديروا عقده البنات بحال ما هكا. كنديروا البلاصه اللي فيها الحبيبات هي اللي كدار الفوق، هي اللي كاينه دابا الفوق، اللي الملسه هي اللي كدار لتحت بحال ما هكا البنات. صافي البنات كنخلطوا بحال ما هكا. كنديروا شويه العقده بحال ما هكا. كنديروا العقده صافي وكنكونوا على شكل مثلثات البنات. كتموا غاديين كي بحال ما هكا حتى كنكونوا مثلثات ديالنا.
وهنا البنات بعد ما سليت البريوات ديالنا عاد غنحيدهم ان شاء الله. هنا البنات انا كيفاش تحمرات، راه ما هبطتهاش البنات لتحت. ها هي الورقه ديالتنا وكيفاش مقرمشه. انا غنقلبها البنات ونديرها في هذا الاناء للتزيين، طبق التقديم ان شاء الله. كيفاش كتشوفوا حتى من التحت محمره كتجي زوينه البنات، ما محروقه ما والو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. وغنديروها في هذا الطبق التزيين ونبقاو مع التزيين ان شاء الله حتى نزينوا البسطيله ديالتنا بحال ما هكا البنات. صافي كنديروا البنات سميتو كنديروا العسل، كنديروها ليها في الجناب، نديروا العسل في الجناب ونقدوها مزيان بحال ما هكا، بحال درنا الصف ديال سميتو بحال ما هكا. كنديروا الصف في الجناب كامل باش نديروا داك العسل. حاولوا غير بدا تحطوا الشيته كما كندير ليها، ما تجروش الشيته باش ما تمشيش لكم الورقه، حيت مقرمشه البنات، مقرمشه لينا الورقه وزوينه هاد الورقه. والورقه اللي استعملتها البنات الورقه ديال البخار، لا فيها لا زيت لا والو. الورقه ديال البخار كتجي زوينه زوينه ومقرمشه مزيان، ما فيها لا زيت لا والو، كتجي زوينه البنات بحال ما هكا. كنديروا البنات كنديروا كنهزوا اللوز ايفيلي هو اللي كندير في الجناب وكنزينوا بها البنات بحال ما هكا. كنقد البسطيله ديالتنا. حاولوا الورقه تلصقوها مع بعضياتها حيت مقرمشه كما قلت لكم. كنهزوا البنات قلت لكم سميتو لوز ايفيلي وكنقادوها في الجناب ديالنا كما حمرناه. درتو في الفران البنات حتى تحمر بحال ما هكا. كنديروه في الفران صافي وكنخليو هاد اللوز ايفيلي البنات كيتحمر في الفران، كيجي زوين وكيعطي واحد اللون بحال ما كيتحركش، ماشي بحال المقله. الا درناه في المقله بحال ما هكا البنات غنزينو كامل الجناب ديالها بحال اللي درت اللي وريت لكم. نزينو في الجناب ديالها. وسمحوا لي على الازعاج الا كاين الازعاج، سمحوا لي عليه البنات. غنزينها بحال ما هكا صافي. زينها بحال ما هكا صافي. انا زينتها بلوز ايفيلي. كنديروا ليها البنات هذا البريوات في الوسط. باقي اللي بغى يزيد التزيين البنات على حسب التزيين اللي بغى البنات كيدير التزيين اللي بغى. ما اي واحد كيزين على طريقته وعلى الشكل ديالو اللي بغى. انا درت التزيين على طريقتي، اي واحد يدير طريقته. انا حيدت هذوك البريوات في العسل البنات كما شفتوا. انا غنحطهم نديرهم على شكل التزيين في الوسط البنات
صافي كنزينوهم، غنحطو وحده بحال ما هكا على شكل مثلثات. صافي البنات وكنزينو كي بحال ما هكا، كنخليو التزيين على حسب الاختيار ديال بنادم، اي واحد كيزين باللي بغا. بغيتي البنات تضيفوا ليها بيض السمان تضيف ليها بيض السمان، كديروا شويه الورد على هاد البريوات هادو، الورد اللي البلدي اللي كيتكل، فواكه معسله، اي حاجه بغيتي تزين بها كتزين بها وكتجي زوينه البنات بحال ما هكا. كنهز البنات شي تبصيل ولا شي غطاء اللي كاين اللي عندك اللي متوفر عندك. انا عندي واحده سميتو واحد الغطاء ديال الطاجين، هو اللي عندي البنات. غادي نغطي به هاد البريوات ديالنا باش ندير سكر كلاصي في الجناب اللي بغى، على حسب الاختيار ديال اي واحد. ماشي الا ما بغيتيش السكر كلاصي ما ديريش، كتخليها كي بحال ما هكا وكتحطيها البنات على بالصحه والراحه، كتجي زوينه وهائله. اي واحد كيدير كما قلت لكم تزيين على طريقه اي واحد باش ما بغيتي كتزين، باش ما بغيتي كتصايب البنات. انا هاد سميتو سوغ كوموند وبغاتها مولاتها للتزيين، داكشي علاش ودرتها. هيا البنات كيفاش دايره. انا درت داك الغطاء ديال الطاجين طاحت عليا هاد الفكره. اما ديروا التبصيل اي حاجه ديروها، ديروا بحال ما هكا. نديروا العشق ديال السكر كلاصي وكنضربوا هذيك الصفايه ديال سميتو ديال السكر كلاصي بيدينا كي بحال ما هكا باش تخوي لينا سكر كلاصي في الجناب. وحاولوا ما تخرجوش لا سميتو فوق من اللوز، ما تمشيش فوق من اللوز. صافي البنات كي بحال ما هكا. بغيتو ما ديروش السكر كلاصي ديروا القرفه، اللي بغيتي البنات على حسب الذوق وعلى حسب الاختيار ديالك وعلى حسب التزيين ديالك اللي بغيتيها كتزين بها. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم الطريقه هذه، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وتعجبكم ان شاء الله وديروها كيفاش كتجي البنات. صافي البنات انا دابا البنات غنصايب الصغيره. انا صايبت هاد الكبيره هادي، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. والصغيره نفس التزيين ونفس المونتاج اللي درت ليها لهادي اللي درت الصغيره. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم البنات. كنشكركم على التعاليق ديالكم والاشتراك ديالكم في القناه، وتبارطاجيو مع احبابكم واصدقائكم ان شاء الله باش تعم الفائده للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو آخر إن شاء الله.